معلم، مالك حاسس انه صار لك شهرين ما بتحاسبني؟ حبيبي ما بتعرف انه انا من الصبح ما بحب ادفع مصاري؟ خلص وذكرني بعدين. إيه الله يتوب علينا من هالمصلحة. مش ما يجي حشيت. ايه استاذ؟ استاذ داي اطلق معي بلا الشغل كله استاذ، بلا وزن على الله. مع السلامة. لا بلا مع السلامة. ايه، لا اعتراض على حكمك يا رب. وينك انت؟ حاني حاني حاني. خير ايش بدك بالصبح؟ يعني ما بتعرف ايش فيه؟ ادفع مصاري. مصاري يعني انت ما بتعرف انا من الصبح ما بحب ادفع مصاري، واليوم الله عم فصلوني من الشركة وما بقوا يشتغلوا. وعليكم السلام، تفضل. لازمك جاكيت؟ لا الله يجبر عنا حالتي في البيت. بس هيك سؤال صغير، دلونا هون بالحارة على واحد اسمه يوسف، بتعرفوا شي؟ اهلين، وصلت. هذا هو يوسف قدامك بشحمه ولحمه. تفضل قمر. يا استاذ يوسف. لا ابو استاذ ولا شيء، الله عون الشركه. الله يسامحك. يا استاذ يوسف، انا محمد من شركة الاتصالات، فايتين عشان يصلح كأني صلح سنة ضوئية معك تدفع الفاتورة، فمضطرين نسحب منك الخط والموبايل. لكن انتم ما فهمتوا انه انا ما بحب ادفع الصبح. هو يمكن صار لي سنة او اقل من سنة، ما صار سنة، ايش بكون، بس هي قصة جديدة والله. تسحبوا الخط مع الموبايل، شو دخل الموبايل بالموضوع؟ هو نحن يا استاذ بالعادة المشتركين اللي ياخذين من عنا خطوط بيجوا بدفعوا، بس حضرتك هالمرة طولت المدة كثير، فمضطرين مو بس نسحب الخط، لنسحبك حتى انت معنا لحتى تدفع الاشتراك. والله اذا تسحبوني معكم خلاص خذوا الموبايل فداكم، انتوا رحتوا بخسركم. ايه، لا اعتراض على حكمك يا رب. دي تفضل، هي اخذوا الموبايل، اصلا بلا ما بيجي من وراها غير وجع بال. مين انت؟ انا صاحب بيت ابو رياض. كمان الله لا تواخذني، بس لا تقلي بدك اجار البيت من الصبح، انا ما بحب ادفع الصبح. ما بدي. انت وحش وقمر وقبضاي وشهم ونخوة، ما في منك. وين ديك وين؟ ما في بيت، ضايع عنك ها؟ يلا. لا حبيبي ما في بيت، يلا لبرا لبرا. ايه، لا اعتراض على حكمك يا رب. ما بحب ادفع الصبح.